وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ذكر الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى ها هنا نكتة أوردها في مقدمة كتابه الذخيرة. هذه النكتة تتعلق بسر تشبيه العالم بالبدر. لماذا شبه العالم بالبدر في الحديث؟ ذكر القرافي رحمه الله تعالى ها هنا نكتة، قال: وفي ذلك إشارة إلى أن العالم يقبس أنواره من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم من كون نور القمر من نور الشمس. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شمس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، والسراج من أسماء الشمس: وجعلنا سراجا وهاجا. فإذا كان القمر يأخذ نوره من الشمس فكذلك العالم يقبس أنواره من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يكون هذا الاقتباس؟ على قدر الاتباع، وذلك أن القمر كلما كان في سمت مستقيم مع الشمس اكتمل، فإذا انحرف عن ذلك ولو يسيرا كان الخسوف، خسوف القمر أو كسوفه، وإن كان الغالب إطلاق الخسوف على القمر والكسوف على الشمس. قال لك: فكأن في ذلك إشارة إلى أنه على قدر اتباع العالم لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى قدر تمسكه بسنته يكون ذلك النور الذي مصدره الشمس. هذه ملحة ونكتة نوارة تشم ولا تفرك، فلا ينبغي التدقيق الكبير فيها. كان أشياء تشم ولا تفرك. هذه إشارة ولمحة أخذها الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الحديث الشريف.